قامت دورية من إدارة الأمن العام بتوقيف لؤي طلال طيارة الذي كان يعمل ضمن صفوف ما يسمى بالدفاع الوطني في المحافظة، وفي أثناء احتجاز طيارة وقعت تجاوزات من قبل بعض العناصر الأمنية المكلفة بنقله، ما أدى إلى وفاته على الفور. فتح تحقيق رسمي تحت إشراف النيابة العامة، وأوقف على إثره جميع العناصر المسؤولة وأحيلوا إلى القضاء العسكري السوري. يا جماعة الخير، أرجل وأجمل شيء صار بسوريا أنه صار فيها عدل. الشخص يدعى لؤي طيارة وهو فقد حياته في أثناء اعتقاله من قبل دورية تابعة للأمن العام. صدرت مذكرة اعتقال من قبل النيابة العامة، وعلى أثر هذه المذكرة تم اعتقال هذا الشخص، وهو يعني كان أحد أفراد الدفاع الوطني العاملة في مدينة حمص، وهي ميليشيا تتبع للنظام المخلوع. اسمه لؤي طيارة وهو من مدينة حمص. امبارح بيقولوا انه هذا الشاب مات تحت التعذيب في الأفرع الأمنية، وهذا الكلام عار عن الصحة جملة وتفصيلا. تم إلقاء القبض على هذا الشخص، وأيضا كان لديه سلاح غير مسموح له بحيازته في تلك المنطقة بحسب تصريحات مدير الأمن العام في مدينة حمص. ما بعد اعتقال هذا الشخص على ما يبدو وبحسب تصريحات الأمن العام في تلك أو في مدينة حمص على وجه الخصوص أنه فقد حياته بسبب بعض التجاوزات التي قام بها العناصر الذين قاموا بنقله إلى تلك إلى السجن بطبيعة الأحوال. بحسب الأمن العام أيضا أنه كل المجموعة التي تورطت بهذا الأمر تم إلقاء القبض عليها واعتقالها، وسيتم محاسبتها على الفور. لك سوريا حرة، لك صار في قانون، الغلطان بده يتجازى. يا جماعة الخير، أرجل وأجمل شيء صار بسوريا أنه صار فيها عدل، أنه قبضوا على شخص، هذا الشخص كتير عنده مشاكل، ولما أخذوا الأمن هذا الشخص مات بين إيديهم، فقررت الدولة محاسبة الأشخاص اللي قبضوا عليه. العمى هي ما كنا نسمعها، كان يتصل وينك ولا فكرنا هو شو صار لك، ما راح يقبض عليه للزلمة والزلمة مات بين إيدي، شو بدنا نعمل؟ هي سعد دينك يا سوريا. العدل يا جماعة ما في أحلى منه، ما في أحلى منه. فأبقى ندق لفلان ونقول له تعال لعلتان، لك عين اللي خلقين طلعونا هو. يا جماعة الخير، هذا اللي سوريا هي محتاجة له، هذا هو المحتاجة له. يسعد دينكم، هاي البلد لازم تعمر، عين اللي خلقها. هذا الشاب الحلو اللي بالصورة اسمه لؤي طيارة وهو من مدينة حمص. امبارح بيقولوا انه هذا الشاب مات تحت التعذيب في الأفرع الأمنية، وهذا الكلام عار عن الصحة جملة وتفصيلا. الشاب هذا اجت شكاوي عليه انه كان يشبه على ايام النظام البائد لؤي طيارة، وعلى فكرة هو وحيد لأهله، بس كان عنده معلم والشاب ما مقصر بالشعب في مدينة حمص، وكتير عالم اشتكت عليه، فطلبوا له تحقيق مرة ثانية بعد ما عملوا له تسوية. تمام، طلبوا له تحقيق، راح التحقيق وإذ الشباب بيعطوه موزة، قالوا له يا لؤي كل هي الموزة. لؤي اكل الموز بس ما هو متعلم يكب قشر الموز بالحاويه، وين حطه؟ كبه بالممر. لؤي ماشي تزحلق بقشره الموز، هاي كل السالفه. فليش كل شيء بتحطوه في رقبتنا؟ خلص عمره يا زلمه، للتعميم والنشر على اوسع نطاق، مات بقشره موز، الله يرحمه، عند الله تجتمع الخصوم. لؤي طيارة الله يرحمه ويتجاوز عنه ويغفر له. هذا الزلمه كان محله جنب محله وجاري لمده سنوات طويله، وانا والجيران طبعا نحن ما محل اثنين، نحن 5 محلات، نحن الجيران ال5 بنعرف شو وضعه لهذا الزلمه. ما معقول كل هالسنوات ونحن بحمص معروفين نحن يا جماعه معارضين وما بحياتنا سكتنا، ابدا ما انبطحنا، ولا جلمقنا للدوله، ولا بحياتنا نزلنا صوره، ولا بحياتنا نزلنا بوست، ولا بحياتنا ترحمنا على بطيخ مات من عندهم او فطاس. فهذا الولد امه بالحزب ومسلمينهم سياره، والسياره عليها صوره الحيوان الله لا يرحمه من ورا. كنا نجي انا وجاري بدوي الصبح نبزق على السيارة من ورا، والمساء قبل ما نسكر نبزق له على السيارة على الصورة، ونستفزه استفزاز بشكل لا يوصف. هذا الإنسان لو كان مضر بأيام نظامهم هل كان شايفنا على الخريطة ولا لسه قلان عننا؟ ليش ما ضرنا؟
هذا الولد كل مشاكله اللي عاملهم بحياته هني مشكلتين عملهم بالحمرة مع ناس، ودق لأمه، وأمه لأنه هو وحيدة طبيعي تدق لمعارفه وتقول له روحوا شوفوا ابني، ومعارفه اللي كانوا يروحوا يشوفوا ابنه يحلوا المشكلة، ما أخذوا حدا ولا ضروا حدا لأنه هني ما بدهم يضروا الناس وهو ما مضر الولد، وقلبه طيب. ويشهد الله يشهد الله يشهد الله على ما أقول إنه الولد قلبه طيب ودرويش وعلى باب الله وما أذى حدا بحياته، ما أذى حدا، وأنا مسؤول عن كلامي. واللي عم يقول إنه أذاه يجي يحكيني يواجهني، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أعطيني برهان بإنه أذاك، ما لأنه أنت شايفه متصور بسلاح، أو لأنك شايفه قاعد بسيارة مفيمة، أو لأنه صورة الجحش محطوطة من ورا، ولأنه أمه بالحزب تصير بدك تبرر إنه عادي ينقتل وعادي يموت. لأنه 3/4 شعبنا هيك، نحن 3/4 شعبنا كان مدنب وانبطاحي للدولة، كلهم بدك تقتلون. يعني أي إنسان كان عم ينزل صورة لبشار أو صورة لأسماء أو عم يترحم على نصر الله، صار بدك تحطه تذبحه وتقتله، هذا خلص بينقتل؟ لا برقبته دم ولا ضرر حدا ولا آذي حدا. يصطبع العمل شغلي، أنا ما بقول إنه صح هاي الشغلة اللي عملها ولا بقول برافو عليه، بس نحن مالنا وماله، إله ربي حاسبه. أشققت على قلبه؟ يا عمي غلط، كان انبطاحي، كان يخاف، عم يعمل هالشيء لمصلحة، عم يمسح جوخ، أي شيء يعني ما في مشكلة شو من كان عامل، المهم إنه هو ما آذي ولا ضرر حدا. بصير ينقتل؟ لا والله ما بصير ينقتل. ليش؟ هيك ديننا وهيك نبينا، هيك نحن تعلمنا، هيك قرآننا. حسبنا الله ونعم الوكيل، الله يرحمه ويجاوز عنه. بالمرحلة اللي جاي هذا الزلمة راح ببلاش خطي، وأنا أعتقد يعني اللي بعرفوا عنه إنه الجماعة، لأعطيكم معلومة ما بيعرفوا أهل حمص، يلي عليه شيء مثبت 100% ويلي هو مخبر على إدلب فورا بيبعتوا له هنيك، بيتقاضى وبيموت هنيك أو بيتحاسب أو مؤبد، الله أعلم وأنا ما بعلم. عنا بحمص ما في قتل، عنا بحمص ما عم بيقتلوا حدا إلا يلي مثل هذا الشاب عم بيروحوا شو تحت التعذيب. الجماعة إيدهم تقيلة، عم يحققوا معه كفين. في واحد ضربه بالحديدة على راسه، يلي نقول خلية الروسية، بسبب هاي الضربة اجته جلطة ومات. هيك الأقاويل، وأنا مع هاي الأقاويل بأن تكون صح. يعني الجماعة ما قاصدين يقتلوه، بس راح ومات الزلمة. من جيبة مين؟ من كيس مين؟ هي العالم يلي عم تعذب وتقتل جوا بدها تتوقف عند حدا، بده حدا يحاسبه. 1 2، وهو الأهم من كل هذا بدنا نعرف مين اللي دقوا التقارير، لأنه اليوم اللي بيجيب لك تقرير وعم يكذب فيه وعم يحط هاي العالم برقبته، هذا عليه من الله ما يستحق، هذا خطير على الأمة. ما بكرة أتقاتل أنا وواحد يروح دقني تقرير لك هذا مخبر، يجيبوني أنا اتحاسب وانظلم، ما ضروري يموت. إذا باكل أكلي جوا ماني مضطر، ليش بدي آكل أكلي ظلم؟ إذا فت لجوا وقتلوني ظلم وأنا ما عامل شيء، بس لأنه هو ملتئم مني، لأنه أنا كان عندي سيارة مفيمي وكنت حاطط سلاح على كتفي وكنت مع الدولة، مشان هيك اشتكى علي يفوتني لجوا اسبع قتل. شوفي والله لو بده يضر حدا هذا الولد كان ضرنا إلنا نحن جيرانه يلي بشكل يومي نبزق على حافظ وعلى سيارته ونستفزه. كان بأقل كلمة يرد علينا، يا شباب انتوا عم تضروني، يا شباب ما بصير هيك، انتوا بتعرفوا أمي وين وبتعرفوا شو موقعنا من الدولة. يعني الزلمة ما له قلبا وقالبا معهم. ايه خلص الزلمة كان جابره ووضع أمه، وخلنا نقول الزلمة كان مروق، خلاص انه أنا زلمة محمي وعايش ومبسوط وأمي إلى وقعة بالمجتمع وأنا مع الدولة. طيب يقتل الزلمة والله لو برأته دم. نحن مرافقه 4 5 سنين ومن جاري جارنا ما بنسكت على دمنا. ما تفكروا انه والله لانه قريب من الدولة بدنا نسكت له ونخاف منه. ما كنت بخاف الا من الله اللي خلقني. ولا يجي حدا يزاوي لي ويقول لي انت عم تدافع عن فلان وعم تدافع عن علتان وعم تدافع عن الناس القريبة من النظام. انا قدمت الدم قبل كل هاي العالم. انا الدم اللي قدمته مني انا شخصيا، انا قدمت الدم. انا اول واحد مع انه تتعاقب الناس المضرة. انا اول واحد مع انه ينجاب المخبر يتقوس بنص راسه وحده 600 جنة والله لا يرحمه. اما انسان بريء بدي اطلع اقول كلمه الحق لو على طرقبتي. هذا الزلمه ما عليه شيء، وهذا الزلمه ما ضر ولا اذى حدا. والسير اللي عم تطلع وعم تنحكى كلها كيديه وكذب وما في ولا واحد عنده دليل. قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. اعطونا برهان، هاتوا لنشوف. وضروري كثير نعرف هذا الزلمه مين اللي قدم تقارير بحقه. هذيك الايام المخبر كان من مصلحه النظام انه يخبوه مشان يضل يجيبنا العالم وما نعرف مين هو. هلا ليش لا يكون في مخبرين؟ هلا الزلمه والمراجل بتقول انك تقول اسم البني ادم اللي ضارك قدام الامه كلها. يا شباب هذا كان يضرني. مين؟ يلا ابو حامد. يا شباب هذا كان يضرني وانا بدي اقول اسمه من دون ما اخاف من ولا حدا. شد ابو حامد شد. نحن بدنا نعرف يعني نحن لقدام اي انسان بده يتقدم ضده شكاوي
منروح منجيبه من بيته ومنضل نقتل فيه، يا مات بين ايدينا يا اما منطالع وخلص بريء. طب اذا طلع بريء، هاي الاكل اللي اكلها شو؟ يعني هاي الاكل اللي اكلها مين اللي بيحطها برقبته؟ مين سببها؟ بيجوز من الله هذا الزلمه اليوم اكل قتل متورم، راح بين ايديهم ما قاصدين يقتلوه، عم يعذبوه، طب راح مات الزلمه، لا تصلي عليه، لا طلعت له جنازه، فورا على تل النصر. شوفي هذا الزلمه سنه ابن طياره يا جماعه، من عنا من البلد. والله اذا بكون ابن 200 طياره ومخبر انا اول واحد بتمنى يتحاسب، بس الزلمه ما له مخبر ولا له مضر ولا اذي حدا بحياته. عليكم من الله ما تستحقون من لعنات كل واحد عم يفتن، وكل واحد عم يحكي ويفتري عليه، ما بيجوز من الله، ما بيجوز من الله هاي الناس اللي عم تفتري وتحكي. وما بس على هذا الشاب عم بحكي انا، في مثله متايل، في كتير شباب ممكن شو تتأذى مشان واحد له مشكله شخصيه مع واحد، يلا بروح بقدم فيه تقرير، باخذ معي 2 من رفقاتي بيشهدوا معي، يلا جيبوه بنضل بنقتله ليعترف. ما بدنا نخلص من الاجرام من جماعه بشار ومن الافرع ومن القصص القديمه. حسبنا الله ونعم الوكيل. كل واحد يطلع يقاتل بالطريقه اللي بيحسن يقاتل فيها، كل واحد يطلع يشيل سلاحه واحنا عم نقاتل عن حالنا. هلا واحد بقول لك والله انتم جنود الاسد، لك يا عمي احنا بنتشرف نكون جنود الاسد، بس احنا هلق عم نقاتل عن وطننا، عن ترابنا، عن ضياعنا، عن قرانا. يعني ما بدك تكون قاتل تحت شعار، ما بدك تقاتل تحت شعار، طلع قاتل حمي حالك خي وبس. ما بدنا خي، ما بدنا نقول لك انه انت. عمر الرحمون احد مخبرين النظام السوري على مستوى عالي، مبدع باداء الشخصيات. في بدايه الثوره السوريه عمر الرحمون دخل فيها كسائر حر يطالب بالحريه ويطالب باسقاط نظام بشار الاسد. اتاري المخابرات السوريه كانت بيعته. بعد ما دخل بالفصائل السوريه الجيش السوري الحر بعد فتره من الزمن، ووليد المعلم تتذكر هذيك الايام وقت كان يقول الشمال السوري في ايدي امينه، هو كان فهمان السالفه وعرفان المخابرات اللي كانت بيناتنا. للصراحه يعني كنا مخترقين للعظم. بعدين عمر الرحمون صار شرعي، يعني تخيلوا شرعي اقسم بالله، يعني هذا الشخص يا لطيف. عمر الرحمون وقت شاف النظام السوري اخذ حلب واستولى على اكثر من الاراضي السوريه، ترك الزلمه ترك الجيش الحر وانشق عننا ورجع لمين؟ رجع لعند النظام. هون كشف حاله الزلمه، هو الله بده يوقعه. واخر شيء صار يطلع علينا على الاعلام كناشط سياسي وناشط والاعلام يعني بياخذ بكلامه. كل واحد يطلع يقاتل بالطريقه اللي بيحسن يقاتل فيها. قدم للجيش، ساعد الجيش، شيل سلاح مع الجيش، مالك قادر بالاعلام، انفي اشاعه، شارك بث، كل واحد يشتغل من محله هو اللي فيه والامور طيبه. سياده الرئيس بالشام عم يقود العمليات شخصيا، قاده الجيش كله موجودين بالشمال. الشيء اللي سووه بحلب ما راح يتكرر بحماه باذن الله. اطلعوا شيلوا سلاح، واللي بيقول لك والله انا ما عندي، كله موجود، كل سلاح موجود والمراكز موجوده. كل واحد كان يشتغل سابقا، هذا كان دفاع وطني، هذا كان امن عسكري، هذا كان الدفاع محلي. المهم كل واحد يطلع يشيل سلاحه واحنا عم نقاتل عن حالنا. هلا واحد بقول لك والله انتم جنود الاسد، لك يا عمي احنا بنتشرف نكون جنود الاسد، بس احنا هلق عم نقاتل عن وطننا، عن ترابنا، عن ضياعنا، عن قرانا. يعني ما بدك تكون قاتل تحت شعار، ما بدك تقاتل تحت شعار، طلع قاتل حمي حالك خي وبس. ما بدنا خي، ما بدنا نقول لك انه انت. تحية من القلب الجيش العربي السوري، من نمرها وغيسها ومن قائدها وسيادة اللواء ماهر حافظ علي سليمان الأسد. الحمد لله الأخبار والأمور بخير، ما تهكلوا للهم. الشعب السوري المرصاد صحيح انتقل حاله، بس النصر مو أيام قليلة بل ساعات قليلة بإذن الله. اليوم 4-5 مناطق بإذن الله رجعت. طبعا الغدر معروف، الغدر مع المراجع، وإن أشاءوا وإن أباءوا مصيرهم الخيم ويبقون في الخيم. والحمد لله وبقدوة إيماننا وقدوتنا وعزوتنا المعنوية عالية، ومجاهدين في سبيل الله من أجل الوطن وقائد الوطن. حب الشركة باسمي واسم الجيش العربي السوري من حلب، من ريفها وغربها وشمالها وشرقها.